لو جبت بقى معايا طاسة كده ونزلت بشوية زيت حلوين وخرطت عليهم بصلتين يكونوا كبار حلوين كده مكعبات، يعني يكون قطع صغيرة، وتبتدي ان انت تقلبيهم لحد ما يتبلوا حاجة بسيطة معاكي. وهتكوني مجهزة جنبك رابطة بصل من الاخضر، وتروحي مقطعاها وتروحي نازله بيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. اي حاجه هننزل بيها هتروحي مقلباها تقلبتين تلاتة، يعني حوالي 5 تقليبات، وتروحي ايه سايباها حاجه بسيطه كده على النار. وهتروحي نازله بالخطوه اللي بعدها، هتجيبي برضو قرنين فلفل رومي وتروحي مقطعهم لقطع صغيره، وتبتدي برضو ان انت تقلبيها بالشكل ده. هنبتدي بقى ان احنا نغطيهم علشان خاطر انا عايزاهم يتبلوا معايا. ماشي، هنبتدي بقى ان احنا نقلبهم بعد ما تتبلوا، يعني قعدوا لمده 5 دقايق. هتكوني مجهزه حوالي نص كيلو من البطاطس المهروسه، يعني تكوني مقشراها وحطاها على النار في ميه سخنه لحد ما تتهري معاكي خالص، عشان خاطر تعرفي تهرسيها. وبعد كده تهرسيها تروحي نازله بالمكونات. هنيجي بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا، هننزل بمرقتين من مرقه الماجي، وهننزل بنص معلقه من الكزبره، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من بهارات الفراخ. وتروحي مقلبه كل المكونات دي، وطبعا هتروحي حاطه نص معلقه صغيره من الملح عشان انت حاطه مرقتين من الماجي. وطبعا على حسب برضو ما بتدوقي الملح، ما بتدوقي الاكل وكده ولا ايه، وتروحي ظابطه الملح انتي. ببتدي ان انا اقلبها كده، وبعد كده بروح سايباها على النار لمده 10 دقايق بس. يعني انا عايزه كل المكونات تشرب من بعضها. ماشي، هبتدي بقى ان انا اروح منزلاها، واول ما تيجي تبرد معايا حاجه بسيطه هبتدي بقى اكون مجهزه جنب العيش، وتروحي قصه من الجنب كده او فاتحه من الجنب. وتبتدي ان انت تروحي حاطه فيه 3 معالق من البطاطس الخلطه اللي احنا عملناها. دي خلطه حواوشي تحفه يا بنات، يعني حاجه سهله وبسيطه. يعني دي الغدوة لو انت احترتي ان انت تعملي ايه اعمليها، ولو معكيش فلوس اعمليها. موفرة وسهلة وبسيطة جدا، وما بتاخدش معاكي وقت نهائي. ماشي، طبعا انت لو عايزة تزودي فيها اي حاجة، يعني لو زودتي فيها جبنة موتزاريلا هتكون معاكي تحفة. انا بقولك على الحاجات اللي بتكون موجودة عندك في البيت تقدري ان انت تعملي بيها الاكلة، يعني افتكاسات كده، يعني افتكاسوا وانتوا قاعدين في البيت. انا ببتدي احب العيش كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وببتدي ان انا افرده زي الحواوشي اللي انت بتعمليه باللحمه المفرومه، بس احنا هنعمله بخلطه تانية اللي هي بتاعه البطاطس والبصل. ببتدي بقى ان انا خلاص كده خلصت الكميه، هتروحي بقى على النار وتروحي حاطه رشه من الزيت على في طاسه كده، وتروحي حطها على النار، تكون النار وسط، ما تكونش عاليه ولا واطيه قوي. وتبتدي تنزلي باول رغيف، اول ما يحمر معاكي هتعملي الكميه كلها بالشكل اللي انت شايفاه ده. اول ما ياخد معاكي التحمير تروحي ايه قلبيه على طول. هتروحي عامله كل الكميه، يعني تحمريها كلها. ماشي، وتبتدي بقى تروحي مقطعوها كده، هتشمي بقى ريحة تحفة والله العظيم، ولا يتخير عن اللي هو الحواوشي بتاع اللحمة. ده طعم وده طعم تاني، بس الصراحة طعم تحفة. أهم حاجة أعمل الفيديو ده شير كتير عشان يوصل لأكبر عدد، وأهم حاجة تنسوناش في لايك. سلام.